علي هل كاظمي. نتفق بأن كلام النبي لا يخالف القرآن؟ طيب أخي الجزائر، نعم عيد بأن كلامك. كلام النبي بأن راح أعيد كلامي. هل كلام دقيقة. النبي لا يخالف القرآن؟ هل أنا وياك نتفق على هذا القول؟ أنا من سأل وليس نعم أنت. نتفق في أجبني على الأصول. السؤال. في الأصول نبدأ. لا أبو سارة أعطيني. لا ما هو خلي أنا ذكرت آية وإن طائفتان منهم اقتتلوا، خلوكم في نفس الموضوع لأن هل عندي نتفق إلزام بأن فيها. كلام النبي لا يخالف القرآن؟ إيه نعم نترك الحرية، ما في مشكلة. علي كاظمي أنا أسألك سؤال. أضيف بالله عليك أن تسحب منا الحوار حتى تغيره. تفضل كمل. الحوار أين في أين موضوع؟ وإن طائفتان من عبد المؤمنين القادر عاد أبو سالم معك. ما يريد يحاور ماك مشكلة. عبد القادر عزيزي، هل نتفق أنا وأنت بأن كلام النبي لا يخالف القرآن الكريم؟ نعم وكذلك كلام الأئمة عليهم السلام. جيد. لحظة، الآن اتفقنا أنا وياك أن كلام النبي لا يخالف القرآن الكريم، إذا لماذا هربتم وخفتم من عرض روايات البخاري على القرآن الكريم؟ لا يعني مثلا هل أنت مثلا عندك استعداد نعرض روايات الأئمة؟ الآن اتفقنا بأن كلام النبي لا يخالف القرآن، أنتم ليش تخافون تعرضون البخاري على القرآن؟ لا يخالف، لكن كلام النبي نحن عندنا يفسر القرآن، كذلك يفسر القرآن، وهناك شرائع أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في القرآن. جيد، يعني أنت الآن تعمل بقاعدة العرض على القرآن الكريم؟ اسمح لي، أما العقائد الأصول فكلها موجودة في القرآن. عفوا أستاذ عبد القادر، بس افهم كلام الله يحفظك. يعني أنت الآن تتفق معي بقاعدة العرض على القرآن الكريم، عرض الروايات؟ نعم أنا الآن أبدأ بروايتك. إذن شكرا للسيد الأستاذ الحسني الذي أرغمكم على الامتثال بهذه القاعدة وعلى العمل بهذه القاعدة، وهي قاعدة العرض على القرآن الكريم. شكرا سيدنا الحسني الذي أرغمت السلفية على العمل بهذه القاعدة. شكرا لكم يا سلفيين.